شوف هاي الفكرة، علماء يابانيين اخترعوا سوبر جلو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهاي البطة اللي تشوفها صار لها ملتصقة بهالصخرة لأكثر من سنة كاملة. فشلون استحملت أمواج البحر العالية كل هاي المدة بدون ما تنزح سنتيمتر واحد؟ طلع أن العلماء درسوا أكثر من 24 ألف نوع لاصق موجود بالطبيعة، من بلح البحر، نجم البحر، وكائنات بحرية ثانية، وقدروا يصنعون أكثر من 180 نوع يجمع بين الخصائص المشتركة لهاي الحيوانات. وبعد ما اختبروا قوة التصاق كل وحدة من عندها تحت الماء، استخدموا نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات. وبعد 3 جولات من توقعات الذكاء الاصطناعي واختباراتهم بالعالم الحقيقي، قدر الذكاء الاصطناعي يخترع مادة لاصقة جديدة تماما وصلت لقوة التصاق 1 ميجا بكسل، يعني أقوى ب10 مرات من أي غرة تحت الماء كان موجود من قبل، وإيه حتى أقوى من هذا الشخص اللي كلنا شايفين الدعاية مالته. فهذا الهيدروجيل اللاصق ممكن يغير عدة مجالات أهمها الطب، ممكن نستخدمه لسد الجروح الجراحية، أو نرجع نلصق الأنسجة والعظم المفصول، ونقدر نستخدمه لإصلاح البنية التحتية اللي بالأرض أو اللي تحت الماء، وأشياء ثانية هواي ممكن تتخيلها وممكن لا. وبالمناسبة هاي البطة راح تبقى ملتصقة لهواي عقود جاية، وبحال ما تابعتني راح تعوف مكانها وتجيك.